بين الأمل والتحدي، يقف منتخبنا الأردن والعراق أمام امتحان مصيري في التصفيات المؤهلة لأكبر حدث كروي، كأس العالم. لكن ما هي الحقيقة بشأن حظوظهما؟ لنبدأ أولا بالمنتخب الأردني. هذا الفريق يتميز بالانضباط الدفاعي العالي تحت قيادة المدرب جمال السلامي، الذي استطاع أن يحدث تأثيرا إيجابيا في خطط الفريق. وما يميز المنتخب الأردني أكثر هو اعتماده على السرعة في الهجمات المرتدة، تلك الاستراتيجية التي غالبا ما تكون السلاح الفتاك ضد الفرق الأكثر خبرة. بالإضافة إلى ذلك، الروح الجماعية الظاهرة في أداء اللاعبين تجعلهم فريقا عنيدا في المواجهات القوية. لكن تحديات المنتخب الأردني لا يمكن تجاهلها. هناك ضعف واضح في بعض المراكز، خاصة عند إصابة اللاعبين الأساسيين أمثال موسى التعمري ويزن النعيمات. الضغط الإعلامي المستمر أيضا يشكل تحديا آخر، نظرا لما يمكن أن يسببه من فقدان للتركيز في المباريات الحاسمة. أما المنتخب العراقي فهو قصة أخرى، جيل جديد مليء بالمواهب، حيث تألق أسماء كبيرة في خط الوسط والهجوم، مثل ما ظهر واضحا في المنافسات الآسيوية. العنفوان في الهجوم يظل علامة بارزة لهذا الفريق، وهو ما يعطي الأمل لجماهيره بأن التسجيل ممكن دائما. ومع ذلك، العراق يواجه تحديات ضخمة. عدم ثبات الجهاز الفني والتغيرات المتكررة في التشكيلة جعلت مستوى الفريق غير متوازن. هناك ضعف ملحوظ في الدفاع، ومشكلة غياب لاعبين بجودة أيمن حسين في الهجوم تجعل الأمور أكثر تعقيدا. إذن، ماذا تقول توقعات الحظوظ؟ المنتخب الأردني يبدو قريبا من التأهل بشرط حصد نقاط من المباريات القادمة. الفوز بمباراة واحدة قد يكون كافيا لكتابة التاريخ. أما المنتخب العراقي فالمهمة أكثر صعوبة. الفوز في كل المباريات المتبقية هو الخيار الوحيد أمامه للبقاء في المنافسة، وهذا يتطلب تركيزا كبيرا وعلاجا فوريا لنقاط الضعف. في النهاية، التصفيات دائما تحمل المفاجآت، والكرة مستديرة. قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لكلا المنتخبين لإثبات جدارتهما وإسعاد جماهيرهما. فمن سيكون الحصان الأسود لهذه التصفيات؟ الأردن بتأهله التاريخي، أم العراق بعودته من مخالب المستحيل؟ الأجوبة تنتظر على أرض الملعب.